بعد التغلب على صعوبات الطريق، وصل فريقنا الوثائقي إلى إحدى أعرق المدن التاريخية، مدينة يتنفس التاريخ والثقافة والفن الإسلامي في كل زاوية من زواياها. المدينة التي كانت نبض الثقافة والحضارة الإسلامية في خراسان الكبرى لقرون، ولا يزال نبض التاريخ يتردد فيها، هرات. في القرن ال15 الميلادي، بلغت هرات ذروة ازدهارها الثقافي والفني في ظل حكم التيموريين. خلال تلك الفترة، بلغت الحضارة والفنون الإسلامية مرحلة جديدة، حيث وصلت العمارة والخط والزخارف القاشانية إلى أعلى مستويات الأناقة والجمال. ولا تزال كثير من المباني التاريخية الباقية في هرات القديمة آثاراً من العصر التيموري. وبين هذه المعالم، يبرز بناء هادئ ومهيب، ومن هنا تبدأ حكايتنا. ضريح جوهر شديجم. يقع هذا الضريح في قلب مدينة هرات، ويعد جزءاً من مجمع مصلى هرات التاريخي الواسع. ولا يمثل هذا البناء مجرد مقبرة فحسب، بل يعد نموذجاً بارزاً لفنون العمارة التيمورية. توجد في الجزء الداخلي من هذا المبنى أضرحة، مما يدل على أن هذا المبنى كان له دور طقوسي وديني، وأن هذا المكان استخدم على مر الزمن مدفناً للشخصيات المرتبطة بهذا المجمع. على الرغم من بساطتها، تنقل شعوراً خاصاً بالسكينة والوقار للزائر. أما من حيث الهيكل المعماري، فيتميز البناء بتناسقه العمودي، ويسهم الارتفاع المتناسق للقبة والجدران إلى جانب الانسجام العام بين عناصر البناء في إبراز عظمة هذا الصرح. وتعد هذه السمة من أهم خصائص العمارة التيمورية. كما تضفي الزخارف القاشانية ذات الألوان الفيروزية واللازوردية والبيضاء، إلى جانب النقوش الإسلامية والهندسية، مستوى رفيعا من الجمال البصري والانسجام الفني الذي يجذب أنظار كل من يشاهده. وتعد هذه الألوان والزخارف من أبرز العناصر المميزة لفنون العمارة التيمورية. وتعكس النقوش الكتابية والخطوط الموجودة في البناء المكانة الخاصة التي حظي بها فن الخط في العمارة الإسلامية. ورغم أن مرور الزمن قد أدى إلى تلاشي بعض ألوان هذه النقوش ومظهرها الأصلي، إلا أنها لا تزال تحتفظ برسالتها، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من هوية المبنى. وعلى بعد مئات الأمتار من الضريح، تبدو المآذن المتبقية من مجمع مصلى هرات. وقد كان هذا المجمع يضم في الماضي أكثر من 20 مئذنة، أربع مآذن في جهة واحدة، ومئذنة أخرى داخل ساحة الضريح. هذه المآذن مصنوعة من الطوب والقاشاني، ومزينة بالنقوش الخطية والزخارف الإسلامية. وتعد هذه المباني التاريخية بمثابة تذكير بالعظمة الثقافية والفنية التي كانت تتمتع بها هرات في العصر التيموري. وقد خصصت الإمارة الإسلامية ميزانية لترميم هذا المعلم التاريخي والحفاظ عليه وعلى غيره من الآثار الإسلامية الأخرى في أفغانستان، حيث تجري أعمال الترميم والصيانة وفق معايير فنية وهندسية مدروسة، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث الذي يحمل بين طياته تاريخا يمتد لآلاف السنين. وتظهر أعمال الترميم وإحياء المعالم التاريخية أن إمارة أفغانستان الإسلامية، إلى جانب اهتمامها بالحفاظ على القيم الإسلامية في هذه الأرض، تولي كذلك عناية كبيرة بتاريخ البلاد وثقافتها العريقة.
وها نحن نودع مدينة هرات العريقة، المدينة التي يتحدث كل ركن منها عن التاريخ. غير أن سلسلة رواياتنا ما زالت مستمرة.